غلطة رقم 6 اللي بيعملها معظم متعلمي اللغة الألمانية إن هم بيأجلوا السماع لحد لما يوصلوا لمستوى معين، مثلا يوصلوا للأتسفاي أو الباينس، وده طبعا مش صحيح، ده بيعطلهم جدا. ليه؟ لأن احنا لازم ندرب ودنا على اللغة جديدة. احنا اتفقنا في الغلطات اللي قبل كده واتناقشنا كتير إن ما ينفعش أعتمد على حفظ الكلمات فقط. تمام. فزي ما قلنا ان السماع مهم جدا، فانا بدرب ودني على لغه جديده، هي اللغه يعني ودنا اللي بيتعلم جديد لسه مش عارف اللغه الجديده دي، فلازم فتره اقعد ادرب وداني واخليها تستقبل اللغه الجديده. طيب كتير هيقولوا لي طب ما احنا يا فراو بنسمع ما بنفهمش. هو الغرض في المرحلة دي لو انتوا مثلا لسه في الاينس، الغرض ان انتوا مش تفهموا كل كلمة خالص، الغرض ان انتوا تدربوا زي ما قلنا الاذن على اللغة الجديدة، وان انتوا حتى تلقطوا طرق ربط الجمل مع بعض، تلقطوا الانتوناسيون اللي هو تنغيم الجملة، نغمة الجملة، الاصوات بتاعة الجملة انزو وهكذا. ولو فهمنا في الاول بنسبة بسيطة 30% أو 20% أو 10%، أوعدكم إن مع التكرار النسبة دي هتبتدي تكتر تكتر لحد ما في الآخر هتتفاجئوا اللي انتوا فاهمين معظم الفيديو أو فاهمين الجمل اللي انتوا أصلا في الأول ما كنتوش بتفسروها. وبرضه عشان كده عملنا أونلاين شبراخ كافيه، بنتقابل تقريبا مرة أسبوعيا. ده مجاني لحد دلوقتي، بنختار موضوع معين وبنتكلم فيه مع بعض auf Deutsch، كله auf Deutsch. فلو انت مهتمة او انت مهتم تحضروا معانا وتنورونا، اكتبوا لنا في الكومنتات او اتواصلوا معانا على رسائل الصفحة. وما ننساش السماع مهم جدا، وبرضو ما ننساش شعار الصفحة بتاعتنا: اللغة لا تحفظ، اللغة تستخدم. وهدف ان شاء الله ان انتوا تتكلموا الألماني وبثقة من النهاردة مش من يوم الصفحة. تشوس.